انا بقول لك الموضوع حلو وفيه مصلحه، خلينا قاعدين. كبسوا بقى، كبسوا يا ولاد، كبسوا. لك يا فيفي. نعم. الجمي ايه؟ اسم ايه وليه يا نص كسر انت؟ بيكسبوا في الساعة الواحدة 20,000 جنيه وبيدخل لهم فلوس أكتر من المسلسلات والأفلام، وهم قاعدين مكانهم وفاتحين الكاميرا قدامهم، وكل اللي عليهم يقولوا كبسوا. أيتن عامر وفيفي عبده ومها أحمد وفادي خفاجة وغيرهم من الفنانين. يا ترى بيكسبوا فلوس من التيك توك؟ وحسابهم وصل لكام دولار دلوقتي؟ لو في يوم لقيت وقت فاضي عندك وإيديك جت بالغلط وفتحت لايف تيك توك، هتخش تلاقي مجتمع تاني، تحديات بالدقيق والزيت، وناس بترقص وناس بتصوت وفي بيغنوا. بس هتحس إحساس أحلام العصاري لما فجأة تلاقي محمد هنيدي مثلا فاتح لايف في وشك، وتبدأ تقول كده الذكاء الاصطناعي اشتغل. وده أكيد مش حقيقة، بس تفتكر إن ده لايف مش فيديو ممكن يكون متفبرك، فتكمل تقليب تلاقي أيتن عامر ووفاء عامر وفيفي عبده ومها أحمد، وفجأة الموضوع يتحول من لايفات تيك توك لقنوات على الريسيفر عندك من كتر الفنانين اللي بيظهروا على اللايفات وبيقعدوا بالساعات. بس هو ليه فنان كبير ومعروف يفتح لايفات؟ الحقيقة إن الموضوع بيختلف من شخص للتاني. يعني في فنانين بيفتحوا لايف تيك توك كل سنة مرة وبيبقوا مش فاهمين فيه أي حاجة، زي الفنان محمد هنيدي اللي فتح لايف وبقى مش عارف معنى الحاجات اللي بتتبعت له. وقتها لقى نفسه في لايف مع صانع المحتوى اسلام فوزي، وهنيدي سأله بمنتهى التلقائية ايه الطيارات والحاجات دي، عشان اسلام يرد عليه ويقول له دي هدايا غاليه. لكن مش معنى كده ان كل الفنانين مش فاهمين في لايفات التيك توك. عندك الفنانه مها احمد واللي ظهرت في لقاء في رمضان اللي فات واتكلمت عن مواضيع التيك توك واللايفات اللي بتعملها، وده بعد المشاده اللي حصلت بينها وبين الفنان فادي خفاجه في لايف قصاد الناس، واللي قال انه لجأ للتيك توك بسبب قله الاعمال اللي بتعرض عليه. بس مباشر جمعه بمها احمد كانت التعليقات مليانه هجوم عليها، وطلبت منه يقفل التعليقات، بس هو ما عملش كده وحصلت بينهم مشاده. مها لما ظهرت في لقاء المذيعه سالتها عن دخلها من التيك توك وهل هو فعلا مربح زي ما بيقولوا ولا لا، بس مها احمد قالت انا لو عايز اكسب هطلع طول اليوم ومش هنام. اللي بيبعتوا هدايا دول بيدعموا من باب ذكاء او صدقه، لكن انا بكسب علاقات مش فلوس. بس ايتن عامر ووفاء عامر وفيفي عبده وغيرهم من الفنانين بيكسبوا ولا لا؟ الحقيقه ان محدش فيهم طلع صرح بشكل واضح باللي بيكسبوا، لكن خليني اقول لك متوسط اسعار الهدايا اللي بتتباعت: الاسد تقريبا 400 دولار يعني حوالي 20,000 جنيه، والحوت 150 دولار يعني 7,500، ودول تقريبا بيبقوا اعلى هدايا. ولو حد فتح لايف كل يوم ودخل له اسد واحد في اللايف هيدخل له اكتر من نص مليون جنيه مستريح من مكانه. بس يا ترى الفنانين فعلا بيكسبوا الرقم ده ولا زي ما مها احمد قالت؟ ترمونا واحنا الله قاعدين. ربنا ما ده في طيارات وعلي. دي هدايا كبيره قوي دي. شكرا يا علي. ما انا بقول لك بص محمد، لا مش ممكن. شربات يا محمد، شربات يا محمد، يا محمد، شربات يا محمد. ايوه بقى، ايوه بقى.